السلام عليكم ورحمة الله. دوري أبطال أوروبا أصدقائي، الدور نصف النهائي، قمم كبيرة ما بين الذهاب والإياب. الأليانز أرينا راح يكون مسرح لقمة القمم. النادي البافاري بايرن ميونخ راح يستضيف سيد أوروبا وسيد تشامبيونز ليج ريال مدريد، وبالمقابل ملعب السيجنال إيدونا بارك راح يحتضن قمة كبيرة كمان. بتصور ما راح تكون أقل من القمة اللي قبلها. دورتموند وبروسيا دورتموند راح يستضيف البي اس جي باريس سان جيرمان، يلي مثل ما بنعرف أقصى البلاوغرانا بعد ريمونتادا تاريخية بالمونجويك. قبل ما أبدأ اشتركوا بقناتنا، تابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك أصدقائي وصفحتنا على الانستغرام. الإعجاب بالفيديو وميزة الجرس إن تكرمت. مباراة البايرن والريال، هي القمة الكبيرة. البايرن أنا حاسه مجروح موجوع، إصابات، ضربة النادي البافاري في منا عاد، في بعض الإصابات عادت، لكن ممكن يكون في شكوك حول مستواها صراحة بدنيا وفنيا. كلاعب عائد من إصابة، موسيالا الرائع النجم الألماني، كمان جنابري، أيضا أوباميكانو، ديليخت إلى الآن لم يتأكد أنه راح يشارك أو لا. صراحة غيابات مؤثرة للنادي البافاري. بالمقابل في غياب مؤثر وحيد راح يكون لكارفاخال جانب النادي الملكي. لكن هي القمة، انتو برأيكم مين الأقرب أنه يحسمها؟ خلينا نحن بمباراة الذهاب ونترك مباراة الإياب للأسبوع القادم بالسانتياغو برنابيو. لكن مباراة الذهاب يا أصدقائي بالأليانز أرينا راح تكون قمة رائعة صراحة، مباراة مفتوحة. ما راح نشوف، أنا هذا رأيي، الريال متحفظ التحفظ الدفاعي اللي شفناه مع السيتي إن كان بالبرنابيو ولا إن كان بالاتحاد. لا 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 أبدا، الأداء راح يختلف كليا. أنا هذا رأيي، علما أن توماس توخيل بيعتمد على الأداء الهجومي صراحة. لكن النادي البافاري بايرن ميونخ صراحة هاي السنة غير السنين الماضية. يعني مثل ما شفنا النادي البافاري خسر الدوري الألماني هاي السنة بعد سنين طويلة، كان هو البطل. كمان كأس ألمانيا خرج منه مبكرا، ولذلك عانى ما عانى بايرن ميونخ هاي السنة. بالمقابل نادي ريال مدريد هو متصدر الليغا بفارق 11 نقطة عن برشلونة الوصيف. ريال مدريد قريب جدا، المباراة القادمة ممكن أو يلي بعدها رح يكون بطل الليغا عن جدارة واستحقاق صراحة. ولذلك أنا ببداية الموسم عملت فيديو وحكيت على أنه ريال مدريد أوروبيا هو الأفضل هاي السنة صراحة. الميزة بالنادي الملكي شو يا أصدقائي؟ انه في عنده عناصر كتير. ممكن لو كان في عند كارلو أنشيلوتي غيابات، لكن في عناصر بديلة ممكن تحل محل الغيابات. ولذلك ريال مدريد هو الأقرب للتأهل. مثل ما حكيت خليني بالذهاب هو الأقرب حتى أنه يفوز بالأليانز أرينا. أنا هذا رأيي، مع علمي أنه رح تكون مباراة كبيرة ومفتوحة بين الفريقين. حتى بالبرنابيو بمباراة الإياب كمان رح تكون مباراة مفتوحة، مباراة كبيرة منتظرة رح تكون بملعب الأليانز أرينا. النادي البافاري بايرن ميونخ رح يستضيف النادي الملكي ريال مدريد سيد تشامبيونز ليج. بالمقابل المباراة الثانية والقمة الثانية اللي راح نشوفها بالسيجنال إيدونا بارك، بروسيا دورتموند. فاجأنا النادي الألماني صراحة بتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. تفاجأنا لأن بالدوري الألماني عانى ما عانى هاي السنة، بعد ما كان العام الماضي مثل ما تابعنا قريب جدا من إحراز اللقب. لكن بالأمتار الأخيرة وبالثواني الأخيرة المباراة المشهودة اللي تعادل فيها صراحة وخسر الدوري الألماني العام الماضي. هاي السنة في تراجع كبير بمستواه، ومع هيك وصل للدور نصف النهائي وقدم مستويات رائعة. السؤال يا أصدقائي، هل النادي الألماني قادر إنه يوقف بوجه امبابي ورفاقه أو رجال لويس أنريكي؟ رجال لويس أنريكي اللي قدموا إياب ربع نهائي بالمونجويك رائع بعد ما تغلبوا على البلاوغرانا برشلونة برباعية لهدف.
نعم في طرد أروخو، نعم في بعض الأمور اللي صارت في المباراة، لكن أدى مباراة كبيرة لويس أنريكي بعد ما خسر بحديقة الأمراء ب3 أهداف لهدفين. ولذلك المباراة مفتوحة، مين بيتأهل؟ أنا هنيك بالمباراة الأولى قلت الريال أقرب، هون رح أقول الكفة متساوية مع أفضلية النادي الباريسي. طيب ليش الكفة متساوية؟ الكفة متساوية لأن باريس سان جيرمان عم يعاني كتير صراحة بالسنوات الماضية للوصول للمباراة النهائية، عم يعاني كتير، ما ممكن يكون هلأ في معاناة، على الرغم من أنه ميزة النادي الفرنسي إيش هي؟ أنه رح يلعب الإياب بملعبه بحديقة الأمراء. كبيرة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ما بين هذا الأسبوع والأسبوع القادم، رح نعرف مين طرفي نهائي ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن. توقعاتكم أصدقائي للقمة الكبيرة، النادي البافاري والريال، والقمة الثانية بروسيا دورتموند والبي اس جي باريس سان جيرمان. يا ريت ما تنسوا الاشتراك بالقناة، تابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.